احنا النهارده في كومباوند روك ايضا معانا تشطيب شقه في البي 4. الشقه دي مخلصين فيها اعمال التاسيسات بالكامل. تعالوا نتفرج عليها بسرعه. طلعنا دلوقتي الشقه، هنتكلم النهارده عن الشغل المتاسس في الشقه. خلصنا هنا في المرحله دي تاسيس سباكه، خلصنا تاسيس كهرباء، خلصنا تاسيس مواسير في يونت التكييف، والنهارده شغالين اعمال الجبسون بورد. طيب هنتكلم النهارده تقسيمه سريعه كده، احنا قسمنا الشقه ازاي وعملنا التعديلات المعماريه طبقا ليه. طيب احنا كان عندنا الزونه بتاعت الريسبشن مقسمينها 3 زون. طيب فارشين على الحيطان. ليه فارشين على الحيطان؟ عشان يبقى معايا ممر حركه كبير، وفي نفس الوقت ان مكان التلفزيون يسيرف على الاثنين. طب انا لو كنت فرشت في النص كنت هدرت المساحه، بحيث ان انا احط على التلفزيون على الحيطه دي او الحيطه دي، والحل ده ما كانش انسب حاجه. فاحنا فرشنا. طب هنتكلم النهارده دلوقتي على الريسبشن. احنا معانا هنا الانتريه، هنا في الحته دي معانا هنحط تلفزيون، الميكانيزم بتاعه من النص هينزل من السقف، هيسيرف على الانتريه هنا، سوري هنا الانتريه وهنا الركن، هيسيرف هنا وهيسيرف هنا، والميكانيزم بيبقى بيعمل روتيشن. طب هنتكلم على الزونه الثانيه. معانا هنا منطقه السفره. طب كان معانا تعديل معماري هنا، ان الباب مفتوح في الحته دي، رحلناه شويه وحطينا السفره في المنطقه دي. اصبح ان انا داخل من باب الشقه، وعرضنا دي شويه عشان البرايفسي، لو حد بيخبط ما يشوفش اهل البيت. دخلت من باب الشقه، معايا السفره هنا، معايا البوفيه هنا، معايا ممر الحركه كبير، معايا مكان التلفزيون فوق في السقف ما عملش اعاقه ليا، معايا مكان الركنه، معايا مكان الانتري. طيب تاسيس التكييفات هنا، انا مؤسسين تكييفات في المنطقه دي. طبعا في التكييفات زي ما احنا بنقول ان احنا بناسس للكمبرسور، والصرف بيطلع على الحمام. مؤسسين برضو تكييف هنا فوق البوفيه، برضو محسسين ان احنا مطلعين الصرف للبيبه، ومطلعين مواسير النحاس لمكان الكمبرسور. وعندنا في تاسيس التكييفات لازم نعمل حاجه، بنوصل السلك بتاعه بره على كومبرسور، وبنطلع هنا خرطوم احتياطي عشان في انواع تكييفات التحكم من هنا او التحكم من بره، يبقى احنا مأمنين نفسنا. طيب نخش بعد كده على المطبخ. طبعا احنا محرنا الشقه بالكامل، واحنا عملنا اللوحه على فتحه الباب، ولوحه الداتا برضه فتحه الباب، والحته دي هتتكلم. نخش على المطبخ. عملنا برضه اعمال تعديلات معماريه بحيث ان الباب يكون موجود في النص. دخلنا المطبخ، اول حاجه في وشنا الحوض، معايا غساله، ومعايا ايه اللي تحت ده، مكان العداد هيتحط في المنطقه دي، بحيث ان انا من بره ما اعملش الكارت، لا هيبقى موجود في المنطقه دي. طيب مكان البوتاجاز في المنطقه دي، وبرده بنأسس لمكان البوتاجاز باريزه تحت وباريزه فوق، باريزه فوق للهود وباريزه تحت لتشغيل البوتاجاز. ومعايا اول لما تخش على اليمين معايا الثلاجه، ومعايا الديب فريزر، وهنا الفرن والمايكرويف. خش ومثلث الحركه متطبق في المطبخ. نخش بعد كده على الحمام. الحمام ده احنا عايزين نعمل فيه بانيو، وعايزين نعمل فيه كابينه. طيب الكابين شاور هنا موجوده في المنطقه دي، وفي هنا خوارنا بيسيرف على الحمام بالكامل. حاطين خلاط الدفن موجود في الحته دي، والكابين شاور هتقفل كده، والدخول بتاعها سلايدنج لجوه. طيب الحته دي ايه؟ هيتحط فيها البانيو، ومؤسسين هنا خلاط من الارض هيطلع على البانيو، وحاطين الجسم بتاعه في الارض. ده بالمناسبه التاسيس بتاع الخلاط ده بيبقى الجسم في الارض، ومرحله التشطيب النهائي بنحط الخلاط بتاعنا. معانا القعده هنا عدلنا حاجات كتيره جدا بالنسبه للشبابيك. مش في مكان صرف هنا، لا مش مشكله، هيتحط هنا الالوميتال، كده كده الزجاج مصنفر مش هيضايقنا في حاجه. هيتحط شفاطات من فوق اللي انا شرحتها لكم قبل كده. وبرده الخوارنه اللي كل مره اقول لكم ملحوظه، وانت بتعمل الخوارنه ما تنساش تنزل الخرطوم بتاعك اثناء البنا اللي بيعملها مش الكهربائي. معايا خلاطات كلها بالكامل، خلاطات دفع. معايا هنا اليونت، معايا هنا تاسيس السخان الفوري، ولازم يتعمل له سلك 10 مللي وليس 6 مللي. طيب نخش بعد كده. بالمناسبه احنا كان معانا هنا حمام ضيوف، وحمام الضيوف ده احنا كسرناه ودخلناه المطبخ ووسعنا الجزء ده بالكامل. نخش بعد كده على غرفه الماستر. شيل بتاع ده. نخش بعد كده على الغرفه الماستر. بس دخلنا بعد كده على الغرفه الماستر. معايا هنا سرير 180. الناس بتوع الجبسون بورد شغالين، بس احنا موقفين بس عشان احنا هنخلص تصوير ويكملوا. ومعانا هنا الكومود، ومعايا هنا مكان للكومود، ومعايا امامي مباشره هنا مكان للتلفزيون، ومعايا هنا بص كده، ومعانا هنا في المنطقه دي مكان للتسريح. طيب الغرفه الماستر تشمل ايه؟ معايا هنا الدريسنج داير ما يدور،
اصبح ان انا دخلت الدريسنج داير ما يدور. وبالمناسبه احنا خدنا من الدريسنج وسعناه 20 سم بحيث ان هو يبقى مساحته مناسبه. نخش بعد كده على حمام غرفه الماستر. حمام غرفه الماستر زي ما حضراتكم شايفين كده، عملنا هنا الحوض بالكامل، بنينا جدار بدل قطوع الخشب. معانا هنا في الجزئيه دي الكابن شاور، ومعسسين هنا خلاط دفن ثنائي، ده الثلاثه مخرج، وطبعا ده الجسم بتاعه، ومؤسسين هنا لمكان الجتات، ومؤسسين في المنطقه دي خوارنا. ودايما برضو بقول لكم في حاله تاسيس للخوارنا لازم تنزل الخرطوم بتاعه عشان تاسيس للليب بروفايل. ومعانا هنا تعالى كده يا هندسه، ومعانا هنا القعده بتاعتي وبرضو مؤسسين للخوارنا، والشباك برضو تم ترحيله بحيث ان هو يكون في نص القعده. معايا هنا هنتكلم على دخلنا على الليفنج. الليفنج هنا هم كانوا عايزينه مفتوح بالكامل. معايا هنا في الحته دي بس ده تبع الفرنتشر. معايا هنا كوفي كورنر، معايا هنا الحته دي ركن بالكامل هنا حرف ال. معايا امامي مباشره مكتبه الليفنج ومنظومه التلفزيون، والمكتبه هترد معانا ودي هتشوفوها ان شاء الله في اعمال الديكورات. نخش بعد كده على غرفه الاطفال. غرفه الاطفال معايا هنا اول حاجه سرير هنا 120، معايا هنا الكومود بتاعي، معايا امامي مباشره الناحيه الثانيه التلفزيون. زي ما حضراتكم شايفين ان السرير قدامه التلفزيون. معايا هنا الدولاب بالكامل واخد الزونه دي. نخش بعد كده على غرفه الاطفال الثانيه. معانا كوريدور، طبعا احنا الجبسن بورد اللي احنا عاملينه بكامل الشقه شو جبسن بورد فلات باضاءه اندايركت، بيبقى حاجه هاديه وسمبل. معايا هنا سرير 120، معايا هنا كومود، وبريزه الكومود هنا الديفيتير، او لو في ساوند سيستم بنحط الساوند سيستم هنا. معايا هنا برضو السرير الثاني. معايا هنا الجزء ده كله منطقه الدولاب. معايا الناحيه الثانيه تسريحه البنت موجوده هنا. طب ايه البرايز دي؟ دي برايز مكتب يمين ومكتب شمال. شرحنا لكم اعمال التعديلات المعماريه، اعمال تاسيس الكهرباء بتبقى طبقا للبلان. بنحط البريزه في مكانها الصحيح مش بقطرها ولكن بوظيفتها واماكنها الصحيحه. شرحت لكم اعمال تاسيس السباكه كلها بالكامل، خلاطات دفن، خلاط دفن ثلاثي جروهي. النهارده شغالين اعمال الجبسون بورد، وهبقى اشرح لكم اعمال الجبسون بورد احنا بنعمل فيها ايه. شكرا.